في البداية هحكي لكم ستوري تايم، قصة حقيقية وحصلت مع واحدة وبتحصل مع ناس كتيرة قوي، فحبيت ان انا ابدأ بيها الفيديو. كان في بنت انا مش هذكر اسمها، هي كانت جميلة جدا وكانت بتحب نفسها قوي، مبسوطة بشكلها وكل حياتها عادية زي اي حد عادي. هي من كتر ما هي كانت بتحب نفسها ما كانش فارق معاها اي كلام من اي حد، كلام الناس ده كان مش فارق معاها نهائي. كانت بتحب تضحك وتلبس اللي يعجبها، تتصور في أماكن عايزة تتصور فيها. احنا أصلا كنا مستغربين، يعني هي مش عايشة زي اللي حواليها. اللي حواليها بقى ممكن يقولها مثلا عيشي عيشة أهلك والكلام ده زي ما احنا بنسمع، بس هي ما كانتش بتحط في دماغها، كانت عايشة حياتها عادي جدا، ملهاش دعوة اللي حواليها عايشين ازاي. لكن مع الوقت طبعا عشان المجتمع اللي هي عايشة فيه ابتدت تسمع كلام من اللي حواليها عن ان هي رفيعة جدا، ابتدت ان هي تسمع ان شكلها مش عاجبهم، اللي يقولها هو انت بتاكلي اصلا، هم اهلك بياكلوا اكلك، وكان وزنك زيادة شوية كنت هتبقي احلى، انت شكلك زي العيال الصغيرة. بدأت ثقتها في نفسها تقل جدا مع الوقت، ابتدت تشوف نفسها فعلا ان هي رفيعة وان هي شكلها مش حلو وان ليدي اسمها احلى وهي لا. الكلمات دي كلها كانت بتتكرر معاها من الاهل ومن الصحاب ومن الغريب ومن القريب. مع كل كلمة كانت ثقتها بنفسها تتهز اكتر، بدأت تسأل نفسها هو انا فعلا مش حلوة، هو انا فيها مشكلة، مع ان جواها اصلا هي بتحب نفسها. لكن كلام الناس كان بيتحدف عليها زي الحجر. وفي يوم وقفت قدام المراية وبصت لنفسها بتركيز، سألت نفسها انا ليه سايبة الناس تتحكم فيا، انا ليه سايبة الناس ان هما يطلعوا فيا عيوب وغلطات هي مش موجودة أساسا، ليه سايبة الناس تتحكم بإحساسي في نفسي، هما اللي عايشين حياتي ولا أنا اللي عايشاها. ومن اللحظة دي قررت أخيرا إن هي مش هتسمح لأي حد إن هو يهز ثقتها في نفسها أو يحكم عليها على شكلها أو على أي حاجة في حياتها. قررت تقول لنفسها كل يوم كلام إيجابي، ومع الوقت ثقتها رجعت أكتر من الأول، بقت تسمع أي تعليق سلبي وتضحك، ما عادش بتحط كلام الناس في دماغها، بقت بترد وتقول لأ أنا جميلة، لأ أنا كذا، لأ أنا عاجبني شكلي، أنا مبسوطة بنفسي ومش لازم أغير من نفسي عشان أرضي حد. الحكاية دي مش واحدة صاحبتي، الحكاية دي هي حكايتي أنا، وحكاية كل واحدة فينا بتتعرض للتنمر أو ثقتها بنفسها بتتهز بسبب تنمر من الناس أو عن أي حاجة في حياتها في المجتمع اللي هي عايشة فيه. الحقيقة ان انتي نسخة واحدة بس من نفسك، عمرك ما هتبقي نسخة من حد تاني، وربنا خلقك مميزة بطريقتك انتي. بدل ما تقارني نفسك بغيرك قارني نفسك بنفسك وحبي نفسك، تقولي انا استحق الحب ده، استحق المعاملة دي. صدقوني اول ما نحب نفسنا الدنيا كلها هتبدأ تشوف جمالنا الحقيقي. كلام الناس اوقات كتير بيكون جارح لينا حتى لو من غير ما يحسوا او من غير ما يقصدوا اللي هما بيقولوه ده، لكن انت الوحيدة اللي ليكي الحق انك تحددي قيمتك، جسمك بقى، شكلك، روحك، حركاتك، كل حاجة فيكي. متسيبيش كلمة من حد تهد ثقتك في نفسك. فالثقة في النفس مش هتيجي من كلام الناس، هي هتطلع منك انتي، فبالتالي هتحبي نفسك، فالناس هتشوفك حلوة وجميلة. ولازم تحطي حدود للناس عشان ما يتحكموش او بس ان هما يقولوا رأيهم فيكي عامل ازاي. حبيت ابدأ فيديو النهاردة بالقصة البسيطة دي وبالكلام ده علشان انا مريت بالتجربة دي ولسه بمر بيها، وبالتنمر وتنمر على حاجات تافهة جدا وهايفة زي الناس اللي بتقولها. فانا جاية النهاردة عشان أحكي معاكم قصتي وأشارك معاكم حاجات عملتها عشان أوصل للشخصية اللي أنا فيها دي. وأنا شايفة إن أنا حاليا أفضل نسخة من نفسي. أنا اتغيرت كتير جدا في الشكل، في طريقة اللبس، في الكلام مع الناس. ثقتي في نفسي اتغيرت، بقيت اجتماعية أكتر، بعرف أرد، بعرف أقول لأ، بعرف أقول أنا مش عاجبني كذا. اتفتحت على حاجات كتيرة قوي، وبدأت إن أنا افرض رأيي على الناس اللي حواليا عشان محدش يعني محسش ان انا ضعيفة شخصية. فانا هشارككم كل الحاجات دي في الفيديو بتاع النهاردة. ولو مهتمين تعرفوا اكتر عن الموضوع ده هاتوا حاجة تشربوها لان الفيديو هيكون طويل جدا. ايه بس اقعدوا اتفرجوا على الفيديو واعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد بنزله. بس كده يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. هنبدأ بقى نتكلم ازاي نعمل جلو اب. مهما عملنا ميك اب، مهما لبسنا كويس، طالما انت مش واثقة في نفسك ده هيظهر عليكي جدا. فأول خطوة في الجلو اب
ان انتي تصدقي نفسك، لازم تعرفي ان انتي كفاية وان انتي تستاهلي، ان انتي مميزة. خلي عندك عادة يومية ان انتي تكتبي فيها يومياتك، تكتبي تو دو ليست كده عن حياتك، عايزه تعملي ايه في يومك ده، تشوفي انت فعلا عملتي ايه في اليوم وايه اللي انت ما عملتيهوش. اكتبي حاجات بتحبيها عن نفسك، ممكن تبقى ابتسامتك، طيبة قلبك، اي حاجة حلوة انت بتشوفيها في نفسك اكتبيها. انت ممكن تشوفي الموضوع ده بسيط جدا بس هو بجد هيفرق معاكي جدا. حتى لو هتكتبي ان انت بتعرفي تضحكي الناس او انت دمك خفيف، لازم تحطي حدود للناس وما تخليش حد ان هو يقلل منك. كمان لازم تعرفي ان الطاقة الإيجابية مهمة جدا للناس اللي حواليكي اللي بتهدك او بينتقدوكي. قربي من اللي بيشوفوا فيكي حاجة حلوة وبيشجعوكي. لازم ان انتي تبعدي عن الناس اللي بتنتقدك وتخلي عندك طاقة إيجابية وتبين لهم ده عشان يعرفوا ان فعلا كلامهم مش فارق، فدول لازم تبعدي عنهم تماما. نتكلم عن الفيزيكال جلو دلوقتي. نيجي للشكل. اول واهم حاجة السكن، طبعا احنا عارفين حاجة زي كده. انا اول مرة اهتميت ببشرتي كان روتين بسيط جدا، كان غسول مرطب. الموضوع ما كانش باين طبعا في اول اسبوع، لكن بعد شهر ابتديت الاحظ فرق ان بشرتي بقت مترطبة وحلوة. شوفوا يعني غسول بس ومرطب دي حاجة كويسة جدا، ودي حاجة لازم تعرفوها ان الجلو اب بياخد وقت ومحتاج صبر. كمان الشعر، كنت انا زمان الشعر ده انا ما كنتش بهتم بيه خالص، واللي متابعني من زمان في الفيديوهات اللي قبل كده عارف ان انا ابتديت ان انا اهتم بشعري. انا شعري يا جماعه بيقع بطريقه فظيعه، اللي هيعرف ان انا كنت قصيت شعري وطبعا طولته. طبعا انا لما قصيت شعري الناس انتقدتني كتير جدا جدا، بقوا يقولوا لي انت شعرك خفيف، بقوا يقولوا لي انت شعرك اعملي استشوار عشان يعمل فوليوم. بدأوا ينتقدوني ويقولوا لي ما عادش هيطول تاني. شعري لما طول الناس بقت تسألني انت تستخدمي ايه. نفس الناس اللي كانت بتهد ثقتي في نفسي وفي شعري وفي كل حاجة انا بعملها بقوا يسألوني انت استخدمتي ايه، ولحد الآن بيسألوني. طيب انا عملت ايه؟ انا اخترت نفسي، شفت ان انا محتاجة ان شعري يتقص لانه ما كانش صحي خالص، جبت له زيوت، اهتميت بيه لفترة طويلة يعني اكتر من 6 شهور. شعري طول كتير جدا في سنة. فبعد ما هما اللي بقوا بيسألوني انت استخدمت ايه وعملت ايه، انا ثقتي في نفسي رجعت لي اكتر واكتر واكتر وبقت اقوى كمان. وعرفت ان انا لما بختار حاجة بعرف ان هي صح من غير كلام الناس. حتى في اليوتيوب في ناس كتيرة جدا عرضتني وناس كتيرة جدا وقفت قصادي وما كانوش عايزيني افتحه، وانا من الابتدائي وده حلمي. فتحته وشوفوا انا وصلت لفين على طريق النجاح بالنسبة لي. كمان الأسنان بتاعتنا، أنا فاكرة إن أنا مرة كنت رايحة فرح وكنت برقص عادي زي أي حد، فلما الصور بتاعت الفوتوغرافر لما بعت الصور شفت الصورة بتاعتي وأنا بضحك وأنا برقص، سناني كان فيها صفار كده. فمن وقتها قررت إن لأ، ده مش هيحصل تاني أبدا. لازم تكوني مهتمة بغسيل سنانك، حتى لو سنانك انت شايفة إن هي نضيفة بس هي بتبان إن هي مش نضيفة، فانتي اغسليها كل يوم، اهتمي بيها. دي حاجات بسيطة جدا بس هتفرق جدا في شكلك وفي مظهرك قدام الناس. زي ما قلنا هنعيد تاني حاجات بس مختصرة. ان للبشرة هاتي غسول كويس، هاتي واقي للشمس، وهاتي مرطب كويس. اشربي مية كتير عشان ده طبعا بيفرق في بشرتك جدا. جسمك محتاج 2 لتر تقريبا يوميا. النوم ما تستهونيش بيه لو انت عايزة فعلا بشرتك تكون صافية ومفيهاش حبوب. الجسم بيحتاج أقل حاجة 7 ل8 ساعات نوم. طبعا كل جسم بيختلف عن الجسم التاني، فأنا مش هقولك إن كل الأجسام كده، بس غالبا بيكون 8 ساعات. الشعر جزء مهم جدا من الجلو أب، اتفقنا على حاجة زي دي. مش لازم تعملي علاجات كبيرة لشعرك. روتين بسيط زي زيت، تجنبي الحرارة، اللي هو سيروم، أي حاجة بقى يعني. فاهمة قصدي؟ لا برضو ما تعمليش حرارة كتير، يعني انا بعمل حرارة مش كتير، يعني انا بعمل مثلا القصة وبسيب باقي شعري عادي جدا بطبيعته. برضو حاولي تقللي، دي حاجة انا بحاول ان انا اقلل منها.
بالنسبة للأسنان هنتكلم في حتة الابتسامة. لازم تخلي ابتسامتك حلوة وهادية. الابتسامة جزء من أي جلو أب. انت ممكن ناس تحبك بس عشان خاطر انت بتضحكي. هنتكلم بقى عن البادي كير أو البادي جلو. أنا كمنة، أنا عندي الهضم بتاعي مش مظبوط. يعني انا عندي الهضم بتاعي سريع جدا، او الاكل بينزل وما بيتهضمش، فبيحصل لي مشكله في بطني او في الجهاز الهضمي. لان انا اولا مش مهتمه بالاكل الصحي كنت يعني، وكان بيحصل لي مشاكل، فابتديت ان انا اغير من ده. دي حاجه كويسه جدا ان انتوا تاكلوا اكل صحي. ده هيبقى برضو لبشرتكم ولشعركم ولسنانكم، كل حاجه مرتبطه ببعض. كلت كتير بسرعه هتحسي بخمول فظيع، بشرتك هتبقى باهته جدا. غيري بقى في الفاكهه، الخضار، الاكل الصحي، البروتينات، الحاجات دي. اعملي خلطبيطه في الاكل، تمام، من هنا على هنا. قللي من الاكل بتاع بره لان بيعمل حاجات وحشه جدا. برضو هنتكلم عن الرياضه، لان الرياضه جزء مهم جدا في حياتنا عامه. حتى لو مشي، جماعه المشي بس، وان انتوا تاخدوا نفسكم كده وتشموا اكسجين وتطلعوه، ده بيخسس اكتر من الجيم. ما تقولوليش ان انتوا لما تفحتوا نفسكم في الجيم كده هتخسوا بسرعه، لا خالص. النفس والمشي بهدوء، يعني انتوا بتهبطوا طبعا من كتر المشي، بس المشي نفسه بيخسس. حتى انتوا شعور لا اراديا لما بتروحوا الجيم وبترجعوا بتحسوا براحة نفسية، وان انتوا بعد ما كنتوا متضايقين خلاص احنا بقينا حلوين جدا، يومنا بقى كويس. الحركة دي بتكون مش بس الجسم، ده بتكون لعقلنا كمان. الجسم مش معناه جسم مثالي وان انت تبقي موديلز وتبقي جسم كيرفي وزي ما الناس بتقول اليومين دول، خدتي شوية لا اتخني شوية لا مش عارفة ايه. معناه ان انت تحبي نفسك زي ما انت جسمك تخين رفيع، تحبي جسمك زي ما هو. الفكرة بس ان انت تهتمي بيه، تعتني بيه من اكل ورياضة، بس مش اكتر. الاكل الصحي مهم ومش معناه حرمان، بالعكس ده توازن. فاكهة وخضار وبروتين، قللي سكريات، والمشروبات الغازية طبعا. والحركة مش لازم جيم، المشي نص ساعة في اليوم بيفرق كتير جدا. الرياضة كمان بتدي طاقة إيجابية وثقة في النفس، تحسسك ان انت كده قوية، مش بس من بره، ده كمان من جواكي. جربوا وصدقوني هتلاقوا الموضوع فرق معاكم جدا. خلي علاقتك بجسمك حب مش كره. تسمحيش لتعليق من اي حد يخليكي تحسي ان جسمك فيه حاجة غلط. جسمك هو بيتك، حبيه زي ما هو. ندخل بقى على الستايل جلو، ودي حاجة مهمة جدا لان هي بتبان للناس كلها. انا زمان كنت بشتري لبس عشوائي لمجرد ان اللبس ده عاجبني، لكن لما ركزت وشفت ان اللبس ده مش مناسب لجسمي، فقلت لا، انا بقى لازم لما اجي اختار لبس بعد كده اشوفه مناسب ليا ولا لا. حتى لو كان عاجبني ممكن لما البسه ما يكونش حلو عليا او ما يكونش مناسب ليا. اكتشفت ان الموضوع مش كمية هدوم، الموضوع اختيارات صح. كنت مرة عندي فرح ولبست فستان لونه ابيض، عملت شعري وكنت بسيطة جدا مع هيلز بقى عالي شوية. كنت حاسة ان انا يعني احلى واحدة. الناس كلها كانت تقولي شكلك شيك جدا وشكلك حلو جدا. علمت ان البساطة سر كبير جدا في الستايل، مش البهرجة والحاجات الكتيرة وان انتي تلبسي هنا وتحطي مش عارفة ايه وايه واحمر واخضر. لا خالص، انتي تكوني شكلك حلو وبسيطة ورقيقة وشيك، ده احلى حاجة في الدنيا. فلازم تعرفي ان الستايل مش ان انتي تلبسي غالي. الستايل هو انك تختاري اللبس المناسب لجسمك ولشكلك، وكمان بيعبر عن شخصيتك، ودي اهم حاجة. حتى هتلاقوا في ناس مميزة كده بلبس معين، مثلا في ناس بتحب اللبس الفورمال والستايل اللي هو او كلاسيك وكده، في ناس بتحب الكاجوال. فكل واحد مميز بحاجة، كل واحد ليه شخصية. تعرفي شخصية الشخص ده من لبسه. جربي ألوان مختلفة، ممكن تلاقي الألوان اللي تفتح بشرتك وتخليكي فعلا مبسوطة. في ألوان تغمقك، وفي ألوان تفتحك، وفي ألوان تحسسك ان انت كده منورة وان انت واثقة في نفسك أكتر. نظافتك وريحتك الحلوة دي انطباع قوي كده
يعني ريحة البرفان بتاعك حتى بيكون مميز. وانا مش بقول ان انتوا تحطوا برفان قوي، لا، ريحته حلوة، ريحته نظيفة. عارفين ريحة النظافة؟ ريحة كده اول ما تخشي يعرفوا ان انتي فاهمة قصدي. جربي اكسسوارات بسيطة، حلق صغير، سلسلة ناعمة، حتى لو ساعة بتفرق جدا جدا في الشكل النهائي والفاينل لوك بتاعك. الستايل بتاعك مش بس مظهر، ده لغة انت بتتكلمي بيها مع الناس من غير ما تنطقي ولا كلمة. صدقوني بجد يا جماعة الحاجات دي بتفرق. محدش هيقول لكم الكلام ده، يعني الكلام ده مش الكل بيقوله. انا بجيب لكم الخلاصة للموضوع وبتكلم معاكم بجد من شخص كان شخصيته ضعيفة جدا، مش مهتم بنفسه خالص، لحد خلاص ابتدى ان هو يشوف نفسه بعين تانية وبعين نفسه مش بعين الناس. بقى يقول لأ، بقى يفرض رأيه، بقى شخصيته قوية. انا شايفة ان انا شخصيتي قوية جدا، وشايفة ان انا محدش رأيه بيعدي رأيي. لو انا شايفة ان رأيي صح، انا ماليش دعوة ان انت قلت ايه او ما قلتش ايه، انا هسمعك بس هعمل اللي انا عايزاه في الاخر، وانا هتحمل نتيجة غلطي او لو كان غلط صح، عشان ما يجيش حد في الاخر يقول لي انت اخترتي فانت خلاص انت طب ما قلتيش لا ليه. فالعيب بيجي عليكي انت. هنتكلم عن جلو اب عقلي وروحي. ازاي؟ انا حبيت القراءة جدا وبدأت فيها من فترة وجبت كتب. وبجد يا جماعة القراءة بالذات لو كتب عن تنمية الذات وكده وثقة في النفس هتساعدكم كتير جدا في حياتكم عامة. انا هوريلكم دلوقتي الكتب اللي انا جبتها. انا وريتها لكم مرة من زمان بس تقريبا مسحت الفيديو. فن اللامبالاة، عشان تعيشي حياة بتخالف بقى المألوف. تمام. الكتاب ده حلو جدا. انا طبعا مش هحرق لكم الكتب ولا اقول لكم بتتكلم عن ايه، بس هوريكم الكتب اللي معايا. كن مع الشخص الذي يجعلك سعيدا. اوكي. فكر كأنك طبيب نفسي. جلسات نفسية. طبعا انتوا عارفين الكتاب ده وشفتوه كتير جدا يعني. ده بيخليكي تحسي بالهدوء كده وان انتي ريلاكس. فالكتب زي ما قلت بجد بتفرق معانا جدا في حياتنا، بتفرق في عقلنا، بتفرق في تفكيرنا. برضو فكرة ان انت تتعلم حاجة جديدة، زي اول مرة بدأت اتعلم لغة، ده خلاني بنمو مش بس في شكلي لكن كمان في شخصيتي. انا كنت بتعلم كوري وتركي. كان جالي فترة يعني كده كنت هاوية ان انا اتعلم، واتعلمت شوية وبعدين بطلت، بس حسيت ان انا فعلا بتفرق معاكي. فاهمين قصدي؟ حتى الكتابة، يعني انا كنت بكتب يومياتي، ولما اكون متضايقة لما ارجع اقراها بقى بعد فترة يعني بلاقي نفسي عديت بمرحلة، يعني بقيت اقوى في المرحلة اللي انا فيها حاليا، وعديت بمرحلة وحشة جدا. اكتبي اهدافك. البنت اللي عندها رؤية وعندها حلم او هدف عايزة تحققه، بصوا البنت دي يعني بيطلع منها كده قوة وثقة، بتبان على فكرة. كمان حاجة، التأمل لو 10 دقايق في اليوم. ما تحرميش نفسك بجد من اللحظة دي. 10 دقايق في اليوم تأملي في الكون، تأملي في أي حاجة، خدي هدوء مع نفسك وبريك وتأملي. ده هيديكي راحة داخلية جدا. بعد كده اعملي حاجات بتحبيها. زي ايه؟ زي رقص، رسم، غنى، طبخ، أي نشاط بيخليكي سعيدة. السعادة ذات نفسها دي جلو أب. فعايزاكم تعرفوا ان الجلو اب الحقيقي مش ان احنا نغير نفسنا عشان نرضي حد. الجلو اب اننا نحب نفسنا زي ما احنا، نهتم بنفسنا، نكون النسخة الافضل من نفسنا. وانا شايفة ان انا حاليا افضل نسخة من نفسي. ابدأي بخطوات صغيرة. اشربي مية، نامي كويس، قولي كلمة حلوة لنفسك، الباقي هيجي لوحده. اوعوا تنسوا ان الجمال مش بس اللي في المراية، الجمال الحقيقي بيبدأ منك انتي، من جواكي. أول ما تحس إن حد بينتقدك في شكلك، في لبسك، في حياتك، اعمل له حد. أول ما تحبي نفسك العالم كله هيشوف نورك. كده احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما تكونوش زهقتوا منه. واكتبولي في الكومنت لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو، اكتبولي ايه اكتر موقف خلاكوا تفكروا ان انتوا تعملوا جرو اب.
وما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. وبحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.